أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. استطاع نادي ليفربول إن هو يفوز على توتنهام في مباراة كبيرة جدا، مباراة مثيرة جدا، وأربع أهداف ليه 3 أهداف عشان ينفرد بالمركز الخامس ويبقى عنده بصيص ضئيل من الأمل إن هو ممكن يوصل الشامبيونز ليج، ولكن في رأيي الشخصي صعبة عشان هو مبتعد ب7 نقط عن نيوكاسل اللي عنده كمان ماتش مؤجل. لو فازوا هيبقى فرق 10 نقط، ومبتعد عن مانشستر يونايتد والسيتي والارسنال. الاربع فرق دول في احسن حالاتهم وفازوا في اخر مباراه ليهم. السيتي فاز على استون فيلا 1-0 بهدف برونو فرنانديز، ونيوكاسل فاز 3-1، وطبعا السيتي فاز على فولهام 2-1. فالموضوع يبقى صعب، ولكن هو بينفرد بالمركز الخامس المؤهل للدوري الاوروبي. طبعا بطوله مش في قوه الشامبيونز ليج، ولكن برضه تعتبر بطوله مهمه افضل من دوري المؤتمرات الاوروبي. نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدف تقدم ليفربول بثلاثيه في اول ربع ساعه، ولكن انهار فجاه وقدر هاري كين يسجل قبل نهايه الشوط الاول، وبعد كده سجل سون في الدقيقه 78، واخيرا اتعادل ريتشارلسون في الدقيقه 93. كل دي انهيار في دفاع ليفربول واخطاء ساذجه جدا، ولكن من خطا من ريتشارلسون اللي سجل هدف التعادل بيرجع الكوره غلط، قطعها ديجو جوتا المتالق وسجل هدف الفوز ليفربول. محمد صلاح سجل الهدف 184 ليه عشان يبقى خامس الهدافين في تاريخ ليفربول، عدى شامبرز نجم ليفربول القديم اللي جاب 183 هدف في المركز الخامس، وناقص له هدفين عشان يعادل النجم ستيفن جيرارد ويصعد للمرتبه الرابعه، عشان يبقى محمد صلاح بيسطر نفسه من اساطير ليفربول وبيقترب اكتر من المقدمه. طبعا صعب اللي هو يوصل للمركز الاول او الثاني، لان المركز الاول طبعا باسم النجم الكبير آلان راشد 345 هدف، والمركز الثاني بهانت ب 285 هدف. لكن صلاح في خلال سنه او 2 ممكن يوصل للمركز الثالث باذن الله. ودي كانت اهم احداث المباراه اللي حصلت من شويه. ليفربول برغم ان هو عمل اداء كبير الشوط الاول، اداء كبير برضه هجوميا، ولكن لازال عنده مشاكل كتير دفاعيا. لو قدر يظبطها في صفقات العام القادم ان شاء الله باذن الله، ليفربول هيرجع تاني منافس قوي على الدوري الانجليزي وعلى دوري الابطال. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعمونا، ارجوكم تدعمونا كتير كتير كتير، لان القناه طبعا عليها بلاغات كتير. فنتمنى ان شاء الله باذن الله تساعدونا وتدعمونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.